أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مع أخيكم الإعلامي المستقل فيصل كرشوش. مرحبا إخواني أخواتي، أكبر قدر من المشاركة لهذا البث حتى لا يتم قطعه، لأنه هناك حملة تبليغ وتشويش على صفحتنا وعلى شخصنا كذلك. مرحبا، والله فيا ولا فيكم، أقسم بالله غير فيا ولا فيكم. خليهم يلتحقوا الخبثاء العملاء اللي باعوا بلادهم بزوج أورو، اللي باعوا بلادهم بزوج أورو، خلوهم يلتحقوا. سوف نتحدث اليوم عن دور الإعلام في تضليل الرأي العام فيما يخص الأحكام. دور الإعلام في تضليل الرأي العام فيما يخص الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين أو ما يسمى بالعصابة. مرحبا بكم. سوف نفصلها تفصيلا بإذن الله تعالى. إني أرى بصفة إعلامي مستقل أن قنوات الإعلام اليوم للأسف إلا ما رحم ربي لا تقوم بدورها كقنوات إعلام. للأسف اخترقت كل المواثيق، وكذلك أكثر من هذا إنها تتسبب، لو كان قنوات الإعلام تاعنا تاع الجزائر إلا ما رحم ربي لو كان تغلق أفضل، لو كان تغلق أفضل، لأنها نون سالمون أولا لا توصل المعلومة كاملة، وثانيا حين توصل المعلومة ناقصة تفتحها على التأويلات، وهذا هو الخبث بعينه. هذا الخبث الإعلامي يعيطوا، ورانا إعلاميين ونعرف واش معناتها الخبث الإعلامي. داكوغ، نعرفكم مليح وخدمت معاكم كاع كيما راكم. واللي يقول بلي انا ما خدمتش معاه يدير دوك منشور في القناه الاعلاميه ديالو ويقول بلي فيصل ما خدمش معنا. الا هاد الرذيله الاخرانيين هادو ما تاع الشطيح والرديح، بون هادوك باينين. اتحدث عن وسائل الاعلام الثقيله، سواء العموميه الاذاعه الوطنيه، سواء هذا الشروق، النهار، تقريبا كل القنوات عملت فيها، حتى الجرائد تقريبا كل الجرائد كتبت فيها صفحات وليس مقالات. نعرفكم مليح وعشت معاكم ونعرف جيدا كيف تفكرون وماذا تعملون ولماذا تفعلون هذا اليوم، لأنكم من المستفيدين من العصابة، استفدتم من العصابة، والآن تريدون تحريض الرأي العام على الدولة. لماذا؟ طمعا ربما في أن يطلق سراح أربابكم الذين كانوا يعطونكم المال. نعم، مرحبا بكم. أولا، أتعلمون أيها الشعب الجزائري ما هي أكبر معضلة تركتها العصابة اليوم؟ ما هي أكبر معضلة تركتها العصابة اليوم؟ ليس الفساد، ليس نقص المال أو نقص الرجال، لا، ليس ما فعلوه، وإنما أكبر معضلة تركتها العصابة هي الجهل في عامة الناس إلا ما رحم ربي. هذا الجهل الذي تركته فينا العصابة للأسف جعلتنا عجينة، كل واحد يخدم بينا وش يحب، كل واحد يدير بينا وش يحب، كل واحد يوجهنا وين يحب. سبحان الله، ألهذا الحد أو إلى هذا الحد وصل الجهل والغباء؟ يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. سبحان الله، ما هذا؟
اش بكم؟ ما بكم؟ ما بكم؟ أولا، هل تظنون أن الجزائر مشكلتها قضية فساد؟ هل تظنون أن هناك قضية فساد؟ اسمعوا بربكم، جاوبوني والله العظيم، جاوبوني في التعليقات. أتظنون أن هناك قضية فساد؟ ليست هناك قضية فساد، وإنما هناك قضايا وليس قضية. بربكم، كيف راكو تخموا؟ واش من المخ اللي عندكم راكو تخموا به؟ هادو اللي راهم ينشروا ويقولوا ويحيى نقصوا له خفضوا له الحكم. مين انت مهبول ولا شنو؟ ويحيى نقصوا له الحكم علاه؟ ويحيى عنده قضيه واحده؟ راك منك صح ولا سيريو والله؟ هل تظنون انه يحيى وطحكوت وحداد والعولمي والسعيد وتوفيق ويوسفي وبن يونس وكذا وكذا، ما نجي بك اسمه بزاف ديجا. شوف تدخل الاسماء تاع الفاعلين فقط، الفاعلين، باش تدخل الاسماء تاع الفاعلين لي زاكتور ما تقدرش، تالمو كاين بزاف. ندير لايف كومبلي باش نذكر اساميهم، ما يكفينيش الوقت، ما يكفينيش الوقت. 1.5 مليون سارق عندنا في الجزائر للاسف. فسدوا لنا البلاد بعد ما كانت بلاد 1.5 مليون شهيد، صارت بلاد 1.5 مليون فاسد وسارق في الجزائر. على بالكم لو كان نقول اسمائهم فقط ما يكفينيش اللايف، ما ادراكم اني نقول قضاياهم. على بالكم بلي كل واحد فيهم عنده 4 5 6 10 حتى 20 قضيه. هل تعلمون هذا؟ لا تعلمون، لا تعلمون. تسمعون زيطوط وتسمعون للاسف، والله للاسف. على بالك سيرتو والله ما باليش شغل. عدتوا تغيدوني، والله عدتوا تغيدوني كي نشوفكم تديروا في المنشورات وفي التعليقات نقول وأسفه وأسفه وأسفه. ألهذا الحد وصل بنا الجهل؟ مئات آلاف المتهمين في المحاكم، منهم من هو مسجون ومنهم من هو تحت الرقابة القضائية. هذه الآلاف تاع المتهمين، كل متهم عنده عشرات وربما حتى منهم من لديه مئات القضايا، مئات القضايا، وكل واحد عنده مئات القضايا، عشرات. ثم انت في بالك حتى لدرك المحكمة هذه والعدالة والجزائر من 22 فبراير إلى غاية اليوم راهي حاكمة قضية واحدة. زادوا الأويحية، هبطوا الأويحية، عم داروا له 18، عم رجعوها 15، هاي لا 10، هاي ولات 8، عم عاودوا طلعوها 12، هاي لا عاودوا ولاو 18. بربكم ما عندكم مخ يخمم؟ عندكم مخ يخمم ولا سيريو؟ دوكا بالك الانسان هكذا بالك شغل يصبر. الوعي ما كاين ساعه بالك المسيد لازم له مسطره. لازم الانسان ماشي الوعي، لازم يولي طريحه. هنايا كاين ناس اللي يسمح لي هذيك تو مي ريسبي ماشي تاع تفهموا، لازم باش تدخل له في راسو لازم له الحطبه صاحبي. مي سي با نورمال وتشك صحيح وتقول ويحيى كان 12 هبطوه ل 8 هبطوه ل 5 عاودوا طلعوه ل 12 عاودوا ردوه 15. محتبني ولا واش؟ شنو المحكمه هذه اللي تطلع وتهبط؟ اش عن بالك انت راهم يلعبوا معاه ويحيى هذا كل يوم يشارع ولا في قضيه واحده واش يوقف مره زوج ثلاثه سي بون حكم نهائي يدخل الحبس ولا خرج ولا براءه ولا سي با واش ولا حجز ممتلكات ولا انتهت القضيه. اغلق الملف، افتح قضيه اخرى. ما بكم يا دين الله؟ ما بكم؟ والاعلام تاع الزمر هذا تاع حاشا السمعين، لماذا تنشرون؟ نصيب انا مراسله قدام مجلس قضاء الجزائر، قاعده مراسله تاع قناه استحي من ذكر اسمها، اسم القناه، واقفه قدام مجلس قضاء الجزائر دايره بث مباشر، انتظر ان تخبرني ما هي القضيه. نطق الحكم على يحيى ب5 سنوات، ونطق الحكم على سلال ب3 سنوات ولا 10 سنوات، جو سي با شحال لي شيفر ما عدتش نحكمهم. خبريني واش من القضيه، علاه راكو ديروا تحرضوا في الناس؟ دوك انت يا بهلوله، دوك انت كي تقعدي تهضري هكذا حكم على يحيى ولا ب5 سنوات، دوك الناس واش تقول؟ الناس تقول كان 8 هبطوه ل5. الناس تخرج للشارع، الناس دير الفوضى، الناس دوك انا نعاود نخرج للحراك لو كان جيت بغل ما نفهمش. مي الحمد لله انا راني نتبع
انا راني نتبع، لو كان نتبعك انت يا بغله والقناه تاع الكوري هذا اللي راكو تخدموا فيهم، قنوات الكوري هذو اللي راكو تخدموا فيهم، لو كان نتبعكم انتوما على بالكم باللي ندير جيلي اكسبلوزيف ونخرج انا، ماشي نخرج الحراك. لو كان نتبعكم انتوما بهذه الطريقه اللي راكو توصلوا بها الخبر والمعلومه يا معشر قنوات الاعلام، الصرف الصحي وليس الاعلام، قنوات صرف صحي هذه، كيف بربكم تنشرون خبرا وتقولون ويحيى تم الحكم على اصدار الحكم على ويحيى ب5 سنوات وتسكتوا؟ قولوا لهم ما هي القضيه، اخبروا الناس ما هي القضيه، اخبروهم قال قضيه العولمي او قضيه تمويل حمله انتخابيه بطريقه غير شرعيه، او قضيه تحكوت، او قضيه طيب لوح، او قضيه سعيد، او قضيه كذا كذا. كاين الاف القضايا، كاين الاف القضايا في المحكمه راهم ملهن بالقضايا. تسمى دوكا نتوما في بالكم المحكمه مازال ما صوتاتش القضيه ثانيه، رانا حاكمين غير قضيه وحده تاع يحيى، قال يحيى 12 وبعد لا 18 وبعد لا 17 نهبطوه ل5 وبعد من 5 نعاودو نطلعوه ل8، بون هبطوه بالك من نعاودو نطلعوه. مي سي با نورمال، ما هذا الجهل يا دين الله، يا دين الله عيتونا على بالكم، تعبتونا والله العظيم، سيريو سيريو. وتقولوا لنا حنا الحاسين وبوتبريره، لا تكذبوا على الناس هكذا، علاه تكذبوا على الناس؟ حرام هذا الشيء اللي راه يصرى، والله لا حرام حرام. قضية يحيى 12 سنة شيء، وقضية 8 سنين شيء، وقضية 5 سنين شيء، ما راهاش قضية وحدة، ومازال قضايا. أولم تسمعوا خطاب أو تصريح وزير العدل زغماتي لما قال، زغماتي شتوه شوية شو القوي كي يتكلم، قوي ما يخافش، خاف هذاك النهار، خاف عليكم، قال لكم أرقام مفزعة يهدر خايف. زغماتي خاف كي شاف الأرقام هذيك، ما آمنش. القاضي ما قدرش يقرأ له شيفر، لي شيفر ما قدرش يقراهم، الارقام المبالغ الماليه ما قدرش يقراهم القاضي، ما عرفش يقراهم القاضي، قال لهم عمري ما طحت في مبلغ ما عرفتش نقراه، تلمو كبير عليا، كبير بزاف، ماشي ما نشوفوا هذا الرقم هذا معمر بالزواره. اولم تسمعوا القاضي ماذا قال؟ اولم تسمعوا زغماتي ماذا قال؟ قضايا خطيره، قضايا مفزعه، ملفات ثقيلة جدا. أو لم يقل هذا زغماتي؟ ملفات وليس ملف، قضايا وليست قضية، عصابات وليست عصابة، أشخاص وليسوا شخص. وبالتالي حين تسمعون أن يحيى أصدر في حقه أو صدر في حقه حكم كذا، أخبروا الناس ما هي هذه القضية، بأنها قضية أخرى وليست القضية الأولى، ليست القضية الأولى. حنا راكو ديروا للناس هكذا. أنا نسمع اليوم الفيسبوك كامل هم رايحين يطلقوهم كاع، وخارج ويحيى، بداو يوجدوا رواحهم، بداو يقلصوا لهم العقوبات. مي يا خويا العزيز الله غالب، أولا أنت ما راكش تحوس، انت التي بالفيسبوك تسنى في الفيسبوك تجيك المعلومه دوك تجيك بزاف، مع هاد الاختراقات هذوما اللي راهم من المخزن ومن الصهاينه ومن فرنسا ومن العالم كاع راهم مخترقك، يمليو عليك واش دير في بلادك ويدبروا عليك واش دير في بلادك. روح انت ادخل، لك كنت راجل روح ادخل الفيسبوك تاع لي زونغلي عندهم فيسبوك بيناتهم يقصروا، ادخل معاهم انت انجليش وبدا احكي معاهم ودبر عليهم واش يديروا في الدستور تاعهم، ولا واش يديروا في العداله تاعهم، ولا واش يديروا في الانتخابات تاعهم. روح ادخل لك كنت راجل. لا قدرت ادخل برك لفرنسا، ادخل لي فرنسي كيكونوا يتكلموا بيناتهم، ادخل معاهم تويتر ولا حاول تخترقهم. احنا اللي يجي يخترقنا يا دين الرب، اللي جاونا للمخزن دخل، جانا الصهاينه دخلوا، جاونا الخبرجيه دخلوا، الخوانجيه دخلوا، الخوارج دخلوا، الشيعه دخلوا، الصهاينه دخلوا، الماسونيين دخلوا، عبده الشيطان دخلوا، المخنثين دخلوا، الفيمينيست دخلوا. ما بكم يا دين الله، ما بكم. أوليست لديكم شخصية؟ ما عندكمش شخصية. اللي يجي يقول لكم اللي يجي يخترقكم، اللي يجي يدبر عليكم، هذه أمور داخلية، هذه أمور خاصة بالجزائر، لا تحل في الفيسبوك أبدا، مستحيل أن تحل في الفيسبوك. هذا الذي يعلق الآن ما أدراني أنه جزائري، باش يدبر عليا ويعلق عليا ويقول لي وراه تبون، ولا علاش طلقوا يحيى، ولا علاش حين يطلقوا توفيق، ولا كذا ولا كذا. شكون من أنت؟ ما أدراني بأنك جزائري. أولا حتى إذا كنت جزائريا ما أدراني بأنك وطني.
بانك لست خبرجي او لست خبرجي، راك سكران ماكش عارف حتى اش راك تقول، او لست زمارجي او لست خوانجي ولا خوارجي ولا ما بكم بربكم. اولا الاعلام الذي يعطيني غير لي شيفر، شغل رانا نلعبوا في طنبوله طنبوله، والله هم دايرينها طنبوله، هاد الاحكام دايرينها طنبوله. نقرا وجه بالنقاط حمراء هكذا، كاع القنوات والجرائد ويهضروا والدنيا، وتقول عندنا صحافه هذه خلاص تقول سبوتنيك سبوتنيك. مع الاخر صدور الاحكام القضائيه ويحيى 6 سنوات ربراب الاخر اخبرني اي قضيه، لماذا ماذا قالوا، واش داروا، شكون القاضي، واش حكموهم، شكون الشهود، واش صرا في المحكمه، ما على بالكش، اما لا دز معاهم، هيا راح تمشي على روحك. اذا كنت تعلم الخبر فاخبرني، اما ان تعطيني لي شيف تاع الطنبوله، انا ما نسحقش طنبوله اخويا العزيز، ماناش نلعبوا في طنبوله هنا، ماشي اللوطو هذا راه يسموه عداله، قضايا فساد، هذه قضايا تاع دوله، قضايا تاع امه، قضايا تاع مال العام، قضايا تاع مال العام، وبالتالي ما تلعبش بها باش تجي تعطي لي شيفر. انايا ما راهاش واسمها تصفيه كاس افريقيا هذه باش تقول لي المالي ربحوا النيجر والجزائر ربحت زيمبابوي. نو نو تعطينيش لي شيفر، انا تعطينيش سكور، راكو تعطونا غير لي سكور، على بالكم راكم دايرينها كوب دافريك، مي سي با سي كوا سا، سي با نورمال، سي با نورمال. مش هاد الاعلام هذا، تعطيني غير لي شيفر، تعطيني غير لي شيفر، لي شيفر نعرفهم انا، دوك نشوف الماتش نقول لك شحال دارت الجزائر مع زيمبابوي، اعطيني داخل شرح صاري في الكواليس، اعطيني سي با انا اخبار، ما باليش دبر راسك انت صحافي، ديبغوي توا قاعد انا قاعد لي عند الباب تاع المحكمه، ما على بالكش مين با شرح صاري لداخل، ما عندكش مين با الخبر، وتجي قاعد عند الباب تاع المحكمه تتسول، مع الاخر يجيك الرقم، واش قالوا؟ يقولوا ويحيى 6 ويحيى 6، واش قالوا 6 علامش قضيه تاع العلمي، ولا القضيه تاع طيب لوح، ولا القضيه تاع طحكوت، ولا القضيه تاع ربراب، ولا القضيه تاع سي با كي. اخبروا الناس اي قضيه، اعطونا الخبر يا معشر قنوات صرف صحي الا ما رحم ربي، اعطونا المعلومه. وانتم كذلك معشر المواطنين، نقولوا هما رماوكم على راسكم، قالوا لكم ويحيى 5 هبطوها له، قالوا لكم هبطوها له، تسمى انديريكتوم راهم يقول لكم هبطوها له، هو كانت 12/8 دوك قالوا لكم هبطوها له ل5، تسمى قريب يطلقوه ويحيى، هما رماوكم على راسكم على كل حال، وانتم تامنوهم بلي ويحيى هذه وقعت غير الشارع، قضيه واحده 5 مرات يوقف دار الشارع على قضيه واحده، وين صرات هذه؟ يوقف في البار شحال من مره هذا ويحيى، شحال من مره، في كل مره احكام انا نلعبوا احنا ولا واش؟ انا نلعب والعداله راهي تلعب، منا يحكم 15 بعدا يرجعها 12 بعدا يعاود يطلعها 18 بعدا يهبطها 7 بعدا تولي 5 بعدا 2 بعدا براءه. على بالكم بلي ويحيى عنده براءه، لما لا خرج ويحيى عنده براءه، ويحيى وسلال عندهم براءه، خبر مفرح. هذا بالك ما يبالكمش به، انا نقول لكم بلي عندهم براءه في القضيه تاع تمويل الحمله الانتخابيه بطريقه غير مشروعه في القضيه تاع حداد. على بالكم بلي سلال ويحيى خرجوا براءه بعد ما كانوا وقيله 5 سنين ولا 6 سنين جو حاكمين لهم، خرجوا براءة في هذه القضية. خرج حداد وحده، وحتى خاوته خرجوا براءة، خاوت حداد خرج حداد وحده، هو الممول تاع الحملة الانتخابية بطريقة غير مشروعة، ويحيى خاطئ وسلال خاطئ، خرجوا براءة. معناه براءة، معناه براءة في هذه القضية، في القضية تاع تمويل الحملة بطريقة غير مشروعة مع حداد. مازال قضايا واحدة أخرى مع حداد وحده ولا رافد 21 قضية، طحكوت ورافد كثير من القضايا، العلمي كذلك، ويوسفي وطيب لوح والدنيا. الوغ سيل فو بلي بركا ما تكذبوا على الناس، على راكو ديروا لنا هكا، علاه كو ديروا لهذا الشعب المغبون هكذا، علاه كو ديروا لهذا الشعب المغبون هكذا، لا تخلعوا في الدراري الصغار في الفيسبوك بلي راح يطلقوا العصابه، وبلي العداله تبدلت وباعوها ويحكمتها الدوله العميقه، وزغماتي باع الماتش، وشنقريحه باع الماتش، وتبون باع الماتش وكذا. وعلاه راكو ديروا التشويش على الرئيس، التشويش على العداله، التشويش على الجيش، التشويش حتى على صفحاتنا. انظروا تعليقاتهم، أوليسوا يشوشون على صفحاتنا؟ ألم تروهم يشوشون على صفحاتنا مثل ما يفعلون لصفحاتنا، يشوشون ويكذبون وحتى يروجون أخبار خاطئة. أنا شفت البارح واحد صحلو حوار معايا حتى توسل إلي باش يدير معايا حوار،
حتى قال لي اعتذر منك لانه غلط. كي اعتذر وانا قلبي طيب قلت له روح، درت معه حوار. كي كنت بديت معه الحوار هذا الشخص شنو نقول له؟ قول له ما تخافش بركه، بلا ما تترعد، بلا ما تخاف، ما تخافنيش، احكي بالعقل، كالم توا كالم توا كالم توا، مش احنا ناكلك، فاسي بالعقل اهدر. هو يهدر يترعد، ما تخافش، ني با بور، مش راح ناكلك. بالخوف يتكلم معي. ثم ماذا فعل؟ انا حذفت الفيديو احتراما له، لكن هو ماذا فعل؟ اخذ الفيديو الى في المونتاج، نحالي كاع الصوت تاعي وين قاعد نقول له كالم توا ني با بور، ما تخافش، مش احنا ناكلك. نحى الصوت تاعي وخلى روحه وحده يهدر، وانا نقول غير ايه ايه ايه، كل ما نجي نهضر يكوبيني ايه، خلاني نقول غير ايه. شغل اللي فيلم تاع بكري هذوك، كانوا هذا الفيلم فرنسي كيجيبوهم للجزائر، ينحيو نصو، ينحيو نصو. ايوي تسكي لافي. أوليس هذا تحريف وتزييف الحقائق؟ مثل ما يفعلون لي يفعلون للعدالة. اليوم يزيفون الحقائق ويقولون ويحيى سوف يطلق سراحه، توفيق كذلك، سعيد كذلك. سعيد، ألا تعلمون أن السعيد راه مورط في عدة قضايا؟ ما على بالكمش بلي جبدوا اسمه في عدة قضايا؟ اللي يعيطوا له يجبد سعيد، ما على بالكمش؟ ما على بالكمش؟ نو سافي با، ما على بالكمش. اوكي، حكمت قضية واحدة تاع سعيد، أما هي التخابر على الدولة. التخابر على الدولة، إيه دوك هاد القضية تاع التخابر على الدولة، لا ريونيون، لا فاموز ريونيون اللي داروها سعيد طرطاق توفيق ويزحنون والسفير الفرنسي جو كخوا ولا جو سي با كي. إذا ثبت ذلك المحكمة العسكرية حققت في الأمر. دوك إذا كان تخابر على الدولة وعلى الجيش يحكموهم. إذا ما كانش تخابر يعني اجتمعوا فقط من أجل إيجاد حلول على طريقتهم ولو أنهم غير مرحب بهم آنذاك وحتى الآن. لكن إذا العدالة صابت بلي ما فيش تخابر على الدولة، وعلاه نظلموا الناس؟ وعلاه نظلموا الناس؟ بريء بريء، إعدام إعدام، 20 سنة 20 سنة. ثم هناك قضايا أخرى، هناك قضايا أخرى. هذه قضية واحدة، هذه قضية واحدة. تشكو حابين أنتم مثلا، كو حابين اللي ندوه خلاص ما نحاسبوش ديراكت تدخل الحبس وبعد تم ونساوها كما كانوا يديروا في التسعينات. بعض الناس داوهم لحد الآن خبرهم ما بانش. سي سكو فو فولي، هذا واش راكو حابين ندير؟ وهذه الجزائر الجديدة اللي حابينها والعدالة الجديدة اللي حابينها ودولة القانون. هذه دولة القانون اللي حابين تصنعوها انتوما؟ لا لا، تبون تعهد ب 54 عهد من بين العهود ديالو العدالة، من بين العدالة المستقلة والعدالة الحقيقية دولة القانون. هذه هي دولة القانون. ما مقتل نجوزو للعدالة ويدي حقه وعنده حق الدفاع وعنده حق يكسر شرع. كي يحكم له القاضي زعما واحد قتل، شتو هذاك اللي قتل شيماء قاتل، قتل شيماء حتى ولو اعترف، اوكي. او حكم له القاضي مثلا، حكم له مدى الحياة او اعدام او جو سي با واش. هل تعلمون بانه من حقه يكسر الشرع، يدير الطعن؟ يدير الطعن. وتقدر المحكمة العليا تقبل، وتقدر تعاود دير له محاكمة جديدة بقاضي آخر وبكذا، أو تحكم أنه يعاودوا له في نفس المحكمة بقاضي آخر. يعني العدالة هي اللي تعرف أمورها وتعرف كيف تسير القضايا تاعها، هما اللي يعرفوا القانون مش احنا. وبالتالي على راكو تكذبوا على الناس سيدو بلي من فضلكم؟ لا راكو تكذبوا على الناس. الحكاية وما فيها أنه العدالة ولا المحكمة العسكرية حكمت على هذه الجماعة في هذه القضية، فهذه القضية وليست قضايا أخرى مازال. في هذه القضية التخابر على الدولة والدنيا وش سي با هذيك تاع المساس بأمن الدولة، سي با واش فيها هذه القضية، قضية كبيرة تاع فيها خيانة أظن. المحكمة حكمت، هما داروا طعن، هما داروا طعن. شكون اللي دار الطعن؟ هيئة الدفاع. وهيئة الدفاع هذه شكون؟ محامين. وهذا المحامين وين راهم؟ راهم معاكم في الحراك على بالكم. لا كنت تلوموا في زغماتي تقولوا له علاش، ولا في الجيش تقولوا له علاش، المحكمة العسكرية تقولوا لها علاش. المحكمة العسكرية واش دارت لك؟ لا انت اللي حكمته. كي راك تهضر زعما شغل كي اللي نتوما كنت ديروا، شغل كي اللي هاد العصابة نتوما حكمتوهم ديتوهم للحبس وما عاودوا ضربوهم. لا انت ديتهم للحبس، ياك هما داوهم، ياك هما داوهم. انت كنت تستنى يجيبوا سعيد ولا توفيق ولا طرطاق ولا فلان ولا فلتان. نو، شكون اللي جابهم؟ هما اللي جابوهم. شكون اللي راهو دايرهم في الحبس؟ هما. كان عينهم يطلقوهم ما يطلقوهمش، يخافوك انت، يحوسوا عليك. مثلا قولوا زغماتي بحها وتقولوا بحها وشنقريحه بحها وتبون بحها، عم باعوها يا سيدي.
اش منحهم باش يطلقوهم؟ واش يمنحهم باش يطلقوهم؟ انت اللي حكمتهم؟ ياك هما اللي حكموهم. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي خفف لهم الاحكام؟ شكون اللي راه يدافع عليهم؟ المحامين، هيئة الدفاع. هذه هيئة الدفاع من أين تستمد قوتها؟ من أين تستمد قوتها؟ من الشعب، من الحراك. تعرف تاع هيئة الدفاع ماشية ولو مورايا حراك. هذاك الحراك عم بالو راهم يدافعوا عليه، على المعتقلي الرأي، عم بالهم يدافعوا عليه. هما برا يهضروا على معتقلي الرأي، غير يدخلوا المحكمة القاضي يقولوا علاش جيت؟ يقولوا جيتك على السعيد، على العلمي، على طحكوت، على كذا، على كذا. وهذاك معتقل الرأي هذاك اللي كنت تهضر عليه برا، برد عابرك باش نركبهم فقط، باش نجوز، باش نولي مشهور، باش نولي محبوب عند الشعب. يا غبي، هذا اللي راك معاه في الحراك المحامي هو بذاته الذي يدافع على العصابة. أتعلم هذا أم لا تعلم؟ أتعلم هذا أم لا تعلم؟ لا تعلم، لا تعلم، أنت لا تعلم. وبالتالي تخفيف الأحكام، تخفيف الأحكام. إنسان يكسر شرع نورمال يحكم لك 10 سنين، تكسر شرع تولي لك 8، تولي لك 6، تولي لك 5. سا سي تو تافي نورمال في العدالة أولا. ثانيا الطعن في الأحكام، سا سي تو تافي، هذا قانوني. أنه حكمت عليك محكمة طون تطعن ولا ما تطعنش؟ قال تطعن ولا ما نطعنش؟ نطعن. أطعن. كي تطعن المحكمة العليا تقرأ، كي تقرأ تشوف باللي الطعن تاعك يعني صحيح، يعني عندك حق أنك تعاود. هذه راهي حياة ناس، هذه راهي إعدام فيها، هذه ربما فيها مؤبد، راهي فيها خيانة عظمى، راهي فيها كذا. الإنسان لازم يتريت، لازم يحاكم ويعاود. ما يلعبش بأرواح الناس كمان مهما كانوا. هذا الناس ما يلعبوش بأرواحهم، هذو بشر. ذكر. وهذه العدالة، هذه دولة القانون، أنها في الإعادة إفادة، أنه تراجع أمورها، تراجع أمورها. وبالتالي إذا الطعن في المحكمة، الطعن تاع واسمها هذيك هيئة الدفاع، إذا الطعن يقول زعما هيئة الدفاع تقول لك احنا ما ارتحناش لهذا القاضي ونظن باللي راهو عنده ميول ولا عنده تصفية حسابات ولا مثلا، يقدروا. هنا ماذا يحدث؟ قال أوكي، هذا عنده تصفية حسابات، يكرهه، عنده قضية خاصة بينه وبينه، أو عنده رشوة أو عنده ماذا. نعم عنده واحدة من هذو مثلا. أنا المحكمة العليا تقول لك نورمال، معليش ندير لك محاكمة أخرى ونجيب لك قاضي آخر. وراه المشكل؟ نعاودوا المحاكمة، نعاودوا الماتش. دوك زيمبابوي يقولوا لنا ما ربحتوناش وكنتوا شاربين المنشطات ولا الحاكم كان معاكم. نعاودوا الماتش، نعاود لك الماتش، وين البروبليم؟ نعاود لك الماتش الانتيريور والاكستيريور، كيما تحب في المحكمة العسكرية ولا في المحكمة العادية، كوم تو فو. نعاود لك الماتش. نعرف روحي أنا شكون وأنت شكون، ونعرف القضية وش فيها وراني فاهمها مليح. وبالتالي خاوتي الأعزاز، الطعن هو أمر عادي. أنت لا قدر الله غدوة تكون عندك في المحكمة دي باش تتعلموا مليح، راكو تتعلموا غدوة في المحكمة، توقف، كي توقف يحكموا لك حاجة. قال يحكموا لك مثلا لا قدر الله بروسي تاع 600,000 إن شاء الله، برك 600,000 ماشي حبس إن شاء الله، مليون أو سنة سجن هكذا مثلا. تقدر تطعن، تكسر شرع كما نقولوا، تطعن. كي تطعن يعاودوا لك المحاكمة، يعاودوها لك بقاضي آخر في مكان آخر في نفس المكان وكذا، يعاودوا لك الحكم بتاعك عادي. هذا من حق كل مواطن ولو كان إرهابيا، ولو كان إرهابيا. وبالتالي بركة ما تهولوا فيها وتقولوا باللي راهم ما كاين والو. المحامين داروا الطعن، والطعن قبلته المحكمة العليا. تحياتنا للمحكمة العليا التي تعمل باحترافية وبقانون، وليس بتليفون وحقد، وليس حقد أو تصفية حسابات أو كره أو ضغينة، لا، بما ينص عليه القانون. إذا القانون قال اقتلوه، إذا قال أعدموه، إذا قال انفوه، إذا قال بيربات، إذا قال 10 سنين 10 سنين، إذا قال طلقوه. القانون هذا ما نظلموش الناس باش غدوة ما نظلموش، لأنه إذا درنا قانون تاع عصابات الآن، تاع حقد وكره وضغينة، غدوة طيح في كاش قاضي يكرهك يهلكك. مي كي تكون هكذا عدالة صارمة وعندها القانون تمشي عليه، غدوة ما تخافش انت في المحكمة. حتى إذا كان هذاك القاضي انت قتلت له باباه، هو يحكم فيك وش زعما قتلت له باباه، زعما بديش فيك أروح الآن وجابك ربي. هيا نوري لك، ما توري لي ما نوري لك. كاين قانون، نصوص قانونية، يعجبني الحكم يعجبني، ما يعجبنيش ندير طعن، ندير نكسر الشرع ونعاود وروح انت الله يسهل عليك.
فوايي هذه هي العدالة. علاش راكو تخوفوا في الناس؟ علاش راكو ترهبوا في الناس؟ وبعض الخوة للأسف اللي كنا نحسبوهم معانا وباديسية ونوفمبرية والقطط وكذا وكذا، اليوم في المنشورات وفي التعليقات تهردت عليكم او دار عليكم توفيق او خارج توفيق، فيصل وجد روحك دوك يدير بيك الصابون. يدير بيا الصابون؟ يدير بيا الصابون؟ هذا اذا رحموه الا طلقوه، اذا طلقوه هذا الا رحموه ان شاء الله، ان شاء الله. ماذا بينا الرحمه، احنا نحبوا الرحمه. هذا اذا رحموه اذا طلقوه ما راح يكون عنده والو التوفيق تاعك. باش نتفاهم، توفيق اصلا زيد نقول لك حاجه، قبل ما يدوه للحبس ما كان عنده والو، على بالك بها. كان يريد التحرك والدولة العميقة ويحرك في بعضها. كاين والو هي في حقيقة الأمر. الرجال تحركت خلاص. الجزائر تقاس بجيشها. اللي كان معاه الجيش أو طفرها في الجزائر. أنا واش نقول لكم، هذا واش نقول لكم. اللي كان معاه الجيش أو رضى عليه ربي، واللي ما كانش معاه الجيش أو غضب عليه ربي طفرت فيه. والله لا طفرت فيه. أنا نقول لك أو توخد في الجزائر اللي رضى عليه الجيش، لانه المؤسسه الوحيده في الجزائر العمود الفقري. شتو هذاك الذنب هذاك تاع شي يقولوا له هذاك يوم القيامه كي نتحرقوا كاع في جهنم وتبقى واحد الوسمه صغيره هكذا منها نعاودوا نحياو. هذاك هو الجيش. تريب الجزائر كاع يعاود الجيش تعاود تحيا الجزائر اخرى. الجزائر هي الجيش من البكري، الجزائر هي الجيش. وبالتالي شرا خالعكم وتخلعوا في رواحكم والدنيا وراو خارج ما راو خارج، زعما تخلعوا فينا وزعما تخلعني انا ولا تخلعني انا ما خفتش بوتفليقه في وقته وما خفتهمش هما في وقتهم. انا نهار حكيت عليه، انا نهار حكيت عليه باش نفكركم فقط، باش نفكرك بلي انا ما نمشيش مع الواقف. نهار كان هو واقف وقبل ما يحكموا قايد صالح وقبل ما يديروه في الحبس وكي كان ينشط، انا جست في قناه النهار، جست في قناه النهار وقلت للصحفي اون ديريكت، قلت له هل هي قناه اعلاميه ام قناه مخابرات؟ قال خاف ونسي. المدير تاعك قالها انها قناه مخابرات. وهل انت صحفي ام جندي؟ وانا علاش جبتني هنا كضيف ام تحقيق؟ تحقق معايا انا داخل القناه تاعو القناه تاعو طرطقتها عليه. وتوفيق موجود. توفيق كان هنا، كان مزال ما داوهش الحبس. عاودوا ولوا الارشيف باش تقول لي انا نخاف يطنه. تعرفوا تحرفوا التاريخ تاع الناس وتشوهوهم وتشوهوا. معليش واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. هذا أولا. فيما يخص قضية حكينا على يحيى والجماعة، ما محداد قاعدين تكذبوا على الناس، تقولوا لهم براءة الخوتو راهم طلقوهم براءة، راهم سرحوهم كاع خرجوا من الحبس خاوت حداد. انت وشنو انت؟ وعلاش خاوت حداد وقتاش كانوا في الحبس؟ إنهم جامي ايتي عمرهم ما كانوا في الحبس. خاوت حداد كانوا تحت الرقابه القضائيه، ما كانوش في الحبس. حداد وحده اللي كان في الحبس. شكون قال لك كانوا في الحبس؟ علاش تكذب على الناس وتقول لهم طلقوهم؟ ما طلقوهمش. هذا تشويش على العداله وتخويف. هذا هو التخويف والتخوين. تخويف الشعب وتخوين العداله وتخوين الدوله، تخوين من يحاسب. سي سا سكو فات الشيء اللي كنت ديروا فيه. خاوت حداد يا كذاب يا منافق. انت راك حاب تبني بلاد، انت راك حاب دير جيش، انت راك حاب تبني امه ودير اعلام، انت حاب تقودني بالكذب. انا ما نتبعكش، انا ما نتبعش كاذب. راك تكذب، راك تقول لي خاوت حداد طلقوهم. باغ كونطخ خاوت حداد نون جامي ايتي، عمرهم ما كانوا، صدقني عمرهم ما كانوا في السجن. وبعد ذلك مباشرة قضية أخرى جابت واحد ربوح، هي ربوح تعال ربوح ادخل. هم حكموا ربوح على قضية أخرى، ومازال قضايا وقضايا مفزعة كما قال زغماتي، مفزعة رهيبة مخيفة. مازال قضايا. إذا سمعتوا يحيى خمسة في قضية، مازال قضايا أخرى. والقضايا الأولى اللي حكموا له 8 ماشي معناتها سمحوا له 8 وداروا 5، هذه قضية أخرى. هذه قضايا أخرى يا ناس. لعنوا الشيطان. فيما يخص توفيق حكينا عليه، طعن فقط، هو مجرد طعن. واصبر على ما يقولون. نعم. عفوا اعتذر. حكينا على توفيق، نحكيو على ربراب. كثير من الناس يطرحوا لي السؤال، يقولوا لي فيصل
علاش طلقوا ربراب؟ يقولوا لي علاش طلقوا ربراب؟ علاش ربراب بعد التحقيقات طلقوه؟ هل هي بداية إطلاق سراح العصابة؟ راح نجاوب. أنا نقول لكم علاش طلقوا ربراب وأتحمل مسؤولية ما أقول. ربراب ليس كغيره من العصابة، لا يشبه، هو عصابة لكن لا يشبه أحد من العصابة. نعطيكم عدة أمور تبين أنه ربراب ما يشبه لهمش. لا مش نقول باللي مليح ربراب، أنا مانيش معاه ربراب وأنا ضد ربراب باش نتفاهم، لكن هناك حسابات. شوفوا خوتي، ألم تلاحظوا أن كل رجال الأعمال في الجزائر، رجال الأعمال العصابة، رجال الأعمال كلهم يعملوا عائليا إلا ربراب؟ ألم تلاحظوا هذا؟ أولا طحكوت مع أولاده وخاوته، حداد مع خاوته، تقريبا جميعا، سلال مع بناته وقيل حتى مرته الدنيا الأخر كذا، تقريبا جميعا خلوط عائلية. هادو اللي كما نقولوا مشتاق طاح في شهدة، مشتاق طاح في شهدة، صاب روحو يسرق، ما عنده ثقة في حتى واحد، لازم يستعمل خاوته وصحابه القراب باش عبالك الانسان كي يجي يسرق ما تقدرش تروح عند واحد براني تقول له اسمع تجي معايا نروحو نطردقوا بنكه ما تقدرش، لازم تشوف خوك ولا صاحبك انتيم باش فريمون يعني تثق فيه. هادو اللي يحبوا يطردقوا البنكات هذا داروا. لكن ربراب باش نتفاهموا وباش نكونوا صرحاء، نون سالمون يخدم وحده، اي اون بلوس سي ان فري انفستيسور. هذا ربراب هذا مستثمر حقيقي، مستثمر حقيقي. اش معنى مستثمر حقيقي؟ دوك نفهمكم. مثلا انا قاضي، مثلا انا او انت قاضي، نحكموا هادو رجال الاعمال، رجال الاعمال طحكوت، علمي، ربراب، هادو نحكموهم كاع، البوشي كاع نحكموهم كاع. قال نبداو نشوفوا فيهم بلي افير دراهم ما عندهمش، ما كاش دراهم باسكو شراوهم كاع سواء عقارات او كذا. نخليهم في الحراش، نقعد نعطيهم في الصوبه ونعس عليهم ونزيد الهم العمري. علاش ماشي خير نخرجوهم يخدموا؟ بس مستثمرين، رجال اعمال، اقتصاد، على بالكم بلي كل واحد راه خلى موراه مؤسسه رابط وشركات، وخلى موراه يتامى وبطالين وارامل وكذا، وخلى ناس بدون عمل. وانا نعرف ناس كتير راهم دوكا اون شوماج بسبب هذه القضايا هذه اللي راهم في العداله. بزاف ناس صدقوني كانوا خدامين لاباس عليهم، دوكا راهم شوماج، راهم في عام ونص، عامين ما كلاوش ما خلصوش والو دراهم. العدالة تراعي هذا الجانب. دوك تقول العدالة مثلا، تقول لك أنا مثلا نحكم واحد من رجال الأعمال هؤلاء، أنا عوضة أني نخليه في السجن ياكل ويشرب ونزيد نعس عليه، علاش ما خليهش يخدم ويعطي لي دراهم اللي داهم لي؟ باسكو كي يكون في السجن مش حيرجع لي دراهمي ما عندوش. باغ كونت كي يخدم، كي نخرجو يخدم يرد لي دراهمي اللي نسالهم له، الضرائب المتراكمه والديون المتاخره وكذا وكذا وكذا، عنده بزاف دراهم نسالوهم له احنا الدوله الخزينه العموميه. قال هذا الانسان على ماشي خير نخرجو يخدم، خليه يخدم تحت الرقابه القضائيه يعني نعس فيه، نخرجو يخدم ويبدا يمد لي بالعقل هذه الضرائب المتراكمه ودراهم اللي نسالهم له والديون وكذا وكذا، وحتى العمال يسدد لهم اسمهم لي سالير الشهريات تاعهم وكذا وكذا. آية تري بيان، هذه سي اون تري بون ايدي، انا نشوفها تري بون ايدي. قال يا ودي احسن افضل انك تخرج هذو رجال الاعمال يخدموا، يولوا عبيد عند الدوله، يولوا عبيد عند الدوله، يخدموا يولوا فونكسيونير دو ليتا، يخدم ويرجع للدوله دراهمها والشعب دراهمه. مثلا مانيش مبرر، نعطيكم الحسابات كيفاش دايره. لكن هناك مشكله، هناك مشكله كبيره هناك. لا مش تخيل، هذا شنو نقول لكم هي الحقيقه. هناك مشكله كبيره. مثلا دوك القاضي يحكم هذه العصابه رجال الاعمال، يبدا يسقسي فيهم، كل واحد يسقسيه انت واش تخدم، باش نشوف اسكو نخرجك ولا نخليك في الحراش في الحبس، واش تخدم، باش يشوف لي يفيدني، يدخل لي دراهم للدوله، يرجع لي الضرائب، يرجع لي كذا، يخلص العمال، حتى يعاون في الاقتصاد، في تنميه الاقتصاد الوطني وكذا وكذا. المهم نبدا نسقسي فيهم بالواحد، نحكم ربراب. قال اروح ربراب ايه، واش تخدم انت ربراب؟ انا نخدم السكر، نخدم الزيت، نخدم كذا نخدم كذا، عندي سي فيتال، عندي كذا عندي كذا. الشيفر دافير تاعك شحال؟ طون
شحال تدخل في العام طون، شحال عندك من خدام طون، شحال راك قادر تدخل وتمد للدوله وتدي ليك انت في الفايده تاعك طون، شحال رانا نسالو لك دراهم طون، شحال الضرائب المتراكمه طون، شحال الديون المتاخره طون. يبداو يحسبوا شحال لازم وقت باش ترجع لنا دراهمنا طون. مستثمر حقيقي استخدم سكر حقيقي، انت سكر ياك ماشي كوكايين ولا نو سكر سكر. زيت حقيقي، نعم زيت حقيقي، راح تخدم وخلص. واحد. نحكم الثاني، يا تحكوت اربح. يجي تحكوت قال تحكوت انت راني مخمم باش نطلقك خير ما تقعد في الحراش تاكل وتشرب، نديك تخدم باش ترجع لي دراهمي اللي نسالهم لك. اوكي واش تخدم انت تحكوت، واش تعرف دير؟ انا نجيب سامبول من فرنسا، نجيب سامبول هي دير 70 مليون، نجيبها لهنا نديمونطيها نمونطيها نبيعها 140 مليون ايا و هكذا تمشيها ب 70 تمونطيها بتورنوفيس بلك وشويه الهواء في الروادي 140 دوبل. دوبل. والمواطن المسكين كيفاش؟ المواطن لازم هكذا تجاره، ادخل عاود تخرج الحراج، روح الحراج، روح وليدي الحراج. ديجا السامبول تاعك يجي من فرنسا وحنا فرنسا خلاص غلقنا الباب معاها. الوغ تحكوت روح تنني دير مخده داخل الحراج وريح السنه لتما. انت ما تقدرش ترجع لي دراهمي، انا خرجك انا دير لي سامبول بدوبل بري تجيبها ب 70 تبيعها ب 140 بالتورنوفيس. مي سي با نورمال، هذا موش استثمار، هذا بايخ الاستثمار. وزيد معامل بالتورنوفيس وتمونطيها وتبيعها بالدوبل، زيد منين جايبها لي؟ ما فرنسا، ما فرنسا. هيا رحت ترقد اسمك تحكوت، ادخل الحبس، ادخل الحبس انت وليدك ادخل. رحت مني. زوج. نحكموا الثالث قال البوشي، ارواح البوشي انت كذلك انا نسالو لك دراهم وكذا وعندك وكذا، ماذا بينا ترجع لنا دراهم والدنيا، ماذا بينا تخدم الاقتصاد الوطني خير ما تقعد تاكل الصوبه في الحراش ونزيدو نصرفوا عليك ونعسوا عليك. البوشي واش تعرف تخدم انت؟ انا بون ندير روحي صعب، ندير عفسه شابه، انا واش نعرف نخدم؟ ما واش تعرف تخدم؟ ولا ندير روحي نجيب اللحم ونجيب كذا، مثلا نجيب كوكايين، تجيب كوكايين وتبيعها. وشحال تدخل كوكايين هذه؟ تدخل دراهم كبار. انت دونجي انت واش نخرج فيك انت؟ عاود دخل الحبس. رحت ترقد مع تحكوت وقعد معاه. فو فوايي ماشي نيمبورت كي تقدر تخرجو يرجع لك دراهمك. كاين اللي عنده استثمار حقيقي، من الافضل انك تديه يخدم خير ما تديرو في الحبس. تخليه يخدم نون سيلمون يحافظ على الاقتصاد الوطني، اون بليس دو سا يخلص العمال ديالو، اون بليس دو سا يخلص الضرائب المتراكمه، اون بليس دو سا يخلص الديون المتاخره، اون بليس دو سا راهو تحت الرقابه القضائيه. هذا واحد. لكن انك تخرج لي تحكوت مثلا يروح يمونطي لي بالتورنوفيس لي سامبول يبيعهم لي بالدوبل من فرنسا، ولا تروح تجيب لي البوشي يجيب لي يدخل لي الكوكايين، ولا الاخر يجيب لي جو سي با واش الحديد المشع، ولا جو سي با واش، ولا واحد يجيب لي الزطله. لا هذا ما نقدرش نخرجه. فهمتوا ولا ما فهمتوش الفرق بين رجال الاعمال؟ كاين رجل اعمال اللي من الافضل انك تخدموا. ديجا حبالكم باللي في الجزائر مش حتى فقط مع رجال الاعمال، مع الجميع السجناء هناك قانون جديد ما باليش ولا سمعتوا به، انهم يعودوا يستعملوا يدمجوا السجناء في الاشغال العموميه والاشغال الشاقه. ولا عبالكم بها هذه؟ ما بالكمش؟ على بالكم باللي منا للفوق راح يولوا السجناء اللي راهم قاعدين في الحراش ياكلوا يشربوا ويقصوا ويلعبوا دومين رايحين يدوهم للغيب يغرسوا شجر؟ هل على بالكم بها هذه؟ بلي يعودوا جميع السجناء يخرجوا تحت حراسة الجيش الوطني الشعبي، يخرجوا يغرسوا الشجر، يخرجوا يحفروا الطرق، يبنوا الجسور، ينطويوا الشوارع. هل تعلمون هذا؟ لا تعلمون. يكسروا الحجر؟ لا تعلمون هذا. من هنا فصاعدا طبيب ارتكب مخالفة تاع سير مثلا، مخالفة تاع سير وحكموا عليه سجن، يجوز السجن في المستشفى، يخدم باطل داخل المستشفى تاعو يداوي المرضى باطل. عارفين هذا الشيء؟ هذا المشروع الجديد اللي راهو قيد التطبيق والتنفيذ في الجزائر ليس فقط العصابة. هذا القانون يشمل الجميع باش نتفاهموا. راهم بداو ربما ببعض رجال العصابة اللي يخرج يخدم باش يدخل لي دراهم، أفضل من أني نخليه في السجن، أفضل من أني ندخله في السجن. لكن كاين دي كريمينال اللي ما يصلحش أنك تديه يحفر، تديه يحفر يضرب صاحبه بالفاسي قتلو، تديه يخدم استثمار يروح يجيب لك لا دروغ، تديه يخدم استثمار يروح يجيب لك السيمبول مونتاج ويبيعها بالدوبل بري. فهمتني؟ مش كامل كيف يصلح فيهم هذا القانون. وبالتالي
ما كان لا تهولوا الامور بزاف وتخونوا الناس وتقولوا باللي فوالا راهم طلقوا فلان ولا داروا فلان ولا كذا فلان. زيد كاين حاجه اضافه الى هذا، هناك امر مهم جدا، ما هو التعاون مع العداله. التعاون مع العداله، نعطيك مثال. يحكم واحد ما صبتش بكاروزطلة مثلا، مخدرات كاروزطلة، يشدوه. قال عندك جو سي با شحال كاروزطلة شحال يحكموا عليه، ولا ما بالي بالك 6 شهور ولا عام ولا ما بالي شحال حبس. المهم نقولوا عام، او نقولوا عام مثلا، او مرسو تسطى يحكموا عليه عام، عامين مثلا، او 3 سنين. هذاك اللي يحكموه المتهم هذا، لو كان يتعاون مع العداله ويقول لهم شكون شريكه في الامر، يقسموا بينهم العقوبه. ولا كان لازم يحكم 6 سنين، يقسموها لهم 3 الوغ لا، لو كان يجيب لهم لو ديلر كيما نقولوا، اللي باع لهم لا دروغ، لو كان يجيبوه راح تزيد تنقص اكثر. العداله عندها ان سيستم تخدم به. الوغ كي تشوف واحد حكموه على لا دروغ، على زطله مثلا، وعاودوا طلقوه، تقول واش هاد الدوله هذه؟ مي سي با نورمال. السيد حكموه بزطله غير كيما عاودوا طلقوه، اسمى راهم كومبليس معاه الدوله. ماشي كومبليس، السيد زرع ينبت بيعهم كاع، واش ندير له انا؟ العداله تقول هكذا، اتعاون معايا نقص لك العقوبه. السيد تعاون معاهم فوق اللازم، دوكا هو ويسال للعداله. كاين عباد صدقوني في العصابه هذه، هاد العصابه اللي راهي في السجون، كاين عباد هما راهم يسالوا للدوله سنوات سجن، ماشي الدوله تسهل لهم. كان حاكمين عليه مثلا 10 سنوات، كان معاون للعداله، بدا يبيع يجبد الدوسيات. ما نقولكمش اسم، ما نعطيكمش اسم، لكن هذه صرات في العداله. اسمعوا مليح، كاين عباد في العصابه هذه، هاد العصابه هذه عباك واحد ما يرحم خوه كاع. كيفاش عاش تكومبليكات لي شوز في العداله؟ لانه اللي تجيبو يجبد 20، اللي تجيبو يجبد 20، اللي تجيبو يجبد 40. بنصائح من المحامين قال اجبد اجبد اجبد، اللي راه معاك تجبدوه، ما ترحم حتى واحد، خوك ما ترحموش، ولا واحد يعيط لختو، واحد لبنتو، واحد لمرتو، باش ينقص العقوبه. الله غالب. حصلوا على بالكم باللي كاين عباد حكموهم في العداله عنده مثلا 10 سنوات سجن، تعاون مع العداله، رمى لهم شويه ملفات، قال عندي شويه ملفات، واش كاين؟ فلان 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 فلان، او راه عندك لي بروف؟ عندي لي بروف. واش داروا؟ مش داروا. عطيناته الملفات، يعطي لهم الملفات، تولي له 6 سنوات 5 سنوات، يقدروا يعاونوه، تنقص تتقلص العقوبه لانه جبد اخرين. ثم بعد ذلك يزيد يجبد لهم دوسي واحد اخر، يزيد يجبد لهم دوسي واحد اخر، يزيد يخرج براءه. وبعد يقول لهم اني براءه، خلاص يقول مازال عندي دوسيات، زيد جيب، زيد يعطوا له. يقول وقت سالنا 4 سنين كش ما دير، ولا راه تقعد في برا، ما ندخلوكش للحبس انت. راك تسالنا 6 سنين، 6 سنين سجن. راك تسالنا 10 سنين، روح اخدم. يا والسيد راهو برا ومازال يمد لهم في الملفات، راهو برا ومازال يمد لهم في الملفات. انا نقول لكم راه عايش بالكابا نهار كامل، طالع هابط للعداله. هاكو ملفات تاع العصابه، وراهو يبيع في صحابه اللي كانوا كومبليس معاه بالملفات بالوثائق بالادله. هذا تعاون مع العداله، وبالتالي ماذا يحدث له؟ هنا العداله تتعاون معه، تقلص من العقوبه. يعني كاين عده اجراءات في العداله لازم الانسان ياخذهم بعين الاعتبار. يعني ماشي كل ما تسمعوه هذاك هو الصح، كاين امور داخل العداله ما تقدرش تعرفها ومش من حقك تعرفها. توب سكري كونفيدونسيال. قال هذا الانسان حمايه شهود، انا تولي هذا راهو شاهد على اخرين بلي راهم عصابه، هم داروا كذا كذا كذا، وملفات خطيره. هذا كيجيب لك هذه الملفات، مش تخرجها انت في قناه النهار وتقول لهم او فلان جبد لنا الملف تاع فلان باللي دار مع فلان وكذا فلان هبلت ولا لا. هنا حمايه شهود، هنا جاب امور كل ماشي هو قال لك، هنا قلص له واسكت، قلص له واسكت، لأنه تعاون وما زال يتعاون مع العدالة، سواء من ناحية العدالة قانونيا أو حتى اقتصاديا، لأنه راه يخلصك. وشتو ربراب مؤخرا كي طحنا في أزمة بالنسبة للملفات، مانيش نحكي على ربراب، بالنسبة للربراب نهار حكمتنا الكورونا دخلت للجزائر، سي فوزافي روماركي وزير الصحة أول شيء استقبل ربراب. لماذا استقبل ربراب؟ ولماذا ربراب عرض على الوزير بأن يشتري أو يقتني أجهزة تنفس؟ لماذا؟ هذه من بين الأمور. نسألوا لك دراهم، راك خدام عند الدولة الآن، نحن نحتاجوا نعيطوا لك، تعطينا بشوية. وي تعطينا بشويه، انا متفقين. قال تعطينا 20% مش دخل، ولا 30% ولا 40% ولا 50%، ولا المهم تخلص الديون المترتبه عليك وكذا وكذا. مثلا انا نقول لكم مثال، لكن نهار نطيح في ازمه مثلا خانقه الله غالب، نعيط لك قال لك واش كاين؟ اعطي لي
اعطي لي ضربه واحده، اعطيهم لي ضربه واحده، انا محتاج، لا انا مزير، واش راك مزير؟ خصونا اجهزه تنفس باش نجيبوهم من لاشين وما عندناش دراهم، تمد لنا انت باش نشروها. نمد لكم هاكو. راب سوف يقتني اجهزه التنفس الناس كامل، لا ما نسحقوهمش، لا دراهم تاع العصابه. واش من دراهم تاع العصابه؟ دراهم تاع الشعب. دراهمكم ما كاش دراهم العصابه، ما كاش حاجه اسمها دراهم العصابه. كل مال الله عز وجل، وكل مال الشعب الجزائري والخزينه العموميه. فهمتوني خوتي العزاز؟ دونك ما أقوله لكم يعني هذه أمور ممكن جدا تحدث في العدالة، ممكن تحدث في العدالة، تقليص أحكام، تعاون مع العدالة. بالتالي الإنسان ما لازمش يحكم الأمور على الأمور من ظاهرها، من ظاهرها. كاين ناس اللي على بالهم شرح صاري، خلوهم يخدموا. إذا عندكم ثقة دوك في الدولة ديالكم، خلوا الدولة تخدم. واذا ما عندكمش ثقه في الدوله ديالكم، روحوا ولوا نتوما دوله وخدموا وثقوا في رواحكم وصاي، والدوله تولي شعب. نتوما ولوا دوله والدوله تولي شعب وخلاص، تبادلوا. هذا فيما يخص الاحكام المتعلقه برجال الاعمال عموما. يعني حين تشوف مثلا رجل الاعمال الفلاني حكموا عليه 5 سنوات، مش معناه وكان من قبل 8 مثلا 8 سنوات ثم ولا 5 تروح تقول راهم نقصوا له، راهم رايحين يطلقوه. لا، هي قضيه اخرى، هي قضيه اخرى. هناك عده قضايا. قلت لكم اكو سمعتوا زغمتي قال قضايا مفزعه، ارقام مفزعه، ارقام رهيبه، ملفات ثقيله مخيفه في العداله. هذه الملفات الثقيله والمفزعه هذه قضية واحدة قاعدين نتبع في ويحيى 8 سنين هبطوا له 4 3 في قضية واحدة. لا، هي ليست قضية واحدة. وبالتالي معشر الناس ومعشر الإعلام خاصة، حين تنشروا خبرا من فضلكم قولوا لنا وش من القضية. قال فوالا ويحيى حكموا عليه 5، وش من قضية؟ وش من قضية؟ هل القضية الأولى تاع 8 هبطوها له ال5 ولا قضية جديدة؟ فهموا الناس، ما تخلوش الناس هكذا شو راك تحرض فيهم هكذا باللي كان 12 ولا 8 وبعد ولا 5 حين يطلقوه. لا، هي في حقيقة الأمر الإعلام برك ما حبش يخبركم بالعاني شغل، راهو يستفز فيكم هذا الإعلام، وراه يستفز فينا. يا أيها الإعلام من فضلك كي تجي تقول لي بلي ويحيى يحكموا عليه 5 ما تعطينيش سكور. هذه ليست كرة قدم، هذه ماهيش لا كوب دافريك تقول لي 5-0 ولا تقوليش حكموا عليه 5. قول لي لماذا 5، وش من القضية، وشكون اللي دخل فيها، شكون الشهود، شكون كومبليس معاه، بمن متعلقة، شكون اللي دخل فيها كاع. لأنه طيب لوح عنده قضايا، العلمي عنده قضايا، طحكوت عنده قضايا، اسمه هذا سعيد عنده قضايا، الاخر عنده قضايا، يوسفي عنده قضايا، بن يونس عنده قضايا، طليبه عنده قضايا. ليست قضيه واحده. دوك طليبه قادر يجبد يحيى يا روح. اتخيل لا دوك غدوه يدخل طليبه للمحكمه يبداو يحاكموا فيه، يجبد يحيى، يجيبوا يحيى، كي يجي يحيى يحكموا له عامين. واش تقولوا نتوما؟ تقراو التيتر في القنوات الاعلام الحكم على ويحيى ب2 سجن نافذ. اوه 2 ثم راهو خارج. مين ماهوش خارج؟ هذه 2 واحدة أخرى تاع قضية أخرى، أن غيان افواغ مع القضية الأولى. راكو غير تخلطوا. ها قضية طليبة وحدها، وقضية طيب لوح وحدها، وقضية زعتر وحدها، وقضية سيباكي وحدها. ألوغ معشر الإعلام، إنك تثير الفتنة في الجزائر، إنك تثير الفتنة في الجزائر بهذه المعلومات الضيقة. هذه معلومات ضيقة خطيرة. لو كما تقولهاش خير، أنا أفضل بريفير قنوات الإعلام ما تعطيليش سكور، ما تقوليش بلي يحكموا عليه 6 وسلال 3 والآخر 4، تقول ليش كاع أفضل من أنك تقول لي وتخليها لي نص. كي تخليها لي نص أنا ندير تأويلات. قال أو كانت 8 هبطت ل5، سي با نورمال. غدوة نسمع 2 تردت، نخرج للشارع ندير أنا ماشي غير حراك، ندير مظاهرات. علاش؟ باسكو انت نشعتني، غلطتني. وفي حقيقة الأمر هي قضية أخرى. القضية تاع 8 شيء، والقضية تاع 5 شيء،
والقضيه تاع زوج شيء، والقضيه تاع البراءه. ويحيى قلت لكم عنده براءه، سلال عنده براءه، سلال عنده براءه، تما خرج؟ ما خرج، لانه قضيه اخرى. عنده براءه في تمويل الغير مشروع تمويل حمله انتخابيه بطريقه غير شرعيه تاع حداد. سلال ويحيى خرجوا براءه فيها، خرجوا منها براءه، مع الاول كانوا التماس 5 سنوات، خرجوا براءه منها لانه حداد قال لهم خاطئهم، انا وحدي اللي درتها هذه. وهما انكروا والادله اثبتت بلي خاطئهم، خرجوا براءه. تما ما معنى هذا؟ معناه ويحيى لو خارج؟ لا، هذه احدى القضايا ويحيى خرج فيها براءه. اداء ويحيى ماشي كاع القضايا راهو كومبليس فيهم، كاين بعض القضايا اللي عيطوا له هكذا برك، عيطوا له هكذا برك، تبلاوه صحابه، جبدوه حسايف، فهمت؟ والعداله ما تلعبش بالحسايف. قال نفحت لي نورد سلال، دوك تما حب يقول طليبه، غدوه يعيطوا له للبارة، يقول لهم راهو معايا سلال، يجيبوا سلال. كي يجي سلال ومن بعد ادله ما كاش، وسلال لا يعترف، قال انا ما كنتش معاه، والادله ما كاش، والادله تثبت عكس ما يقول طليبه. هل لازم نزيدو نحكموا سلال؟ نحكموه علاش؟ لانه طليبه حب يشري له حسيفه، باسكو يكرهوا، باسكو بيناتهم دراهم ما عطاهملوش، ولا باسكو بيناتهم افار ولا حسابات شخصيه؟ لا، هنا في هذه الحاله ويحيى خاطئه مع طليبه، قال ما مش معاه وحب يشريها لي هذا، نعاودوا نطلقوا ويحيى براءه. ويمكن حتى ويحيى يعاود يرفع قضيه على طليبه يدير له الوشايه الكاذبه وكذا، ويولي يتريني معاه في لاجستيس. قادر ويحيى يشكي بطليبه، ومن بعد بدات تسمعوا في المحكمه ويحيى يرفع قضيه ضد طليبه ويفوز بالقضيه مثلا. تما كاين تتخلعوا ويحيى ولا يرفع قضايا، ولا هو كان متهم ولا هو ضحيه. تهردت كلاو البلاد هذوما، وعاودوا داروا لنا انقلاب. ما داروش انقلاب، سي تو طافي نورمال، كل قضيه وحدها يا وليدي. علاه راكو ديروا لنا هكذا؟ علاه؟ هذا اللي قال لك كل داء دواء الا الحماقه اعجزت من يداويها. يا ودي سانا غيان افواغ، سانا غيان افواغ، صدقوني. راه بركم تهولوا في الناس، بركم تخوفوا في الناس. خلوا العداله تخدم خدمتها، خلوا الناس اللي راهم عارفين راهم يديروا يخدموا خدمتهم، فهمتوا؟ كي تسمعوا ويحيى غدوه حكموا له سنتين مثلا او سنه، ما تخافوش، هذه قضيه اخرى. كي تسمعوا ويحيى خرج براءه، ماشي خرج براءه من هذيك القضيه. كي تسمعوا يحيى 20 سنه، ماشي هذيك تاع عامين ولا 20، لا، قضيه اخرى. هناك عده قضايا، هذا اللي خصكم تفهموه، خصكم تفهموا بلي هناك عدة قضايا. إنما هناك من يريد التشويش علينا نحن في الصفحات. انظروا، يشوشون على العدالة، يشوشون على الرئيس، يشوشون على الجيش. على الجيش يهضروا واحد الامور ويقول لك واش دخلنا احنا في الصحراء الغربيه وكذا، واحد الهضاير يعني يهضروا يشوشون على الجيش من اجل احباط معنويه الجنود. هناك من يشوش على العداله من اجل احباط معنويات سواء وزير العدل او القضاة او وكلاء الجمهوريه او حتى مجميع تاع الناس تاع السلك العداله هذوما. راح حتى الشرطي تهبطوا له المعنويات. دوك الشرطي اللي كان شايد ويحيى بلي مينوت، هو اللي كان شايدو وخرج في التلفزيون هكذا، مصور في التلفزيون بلي هو كان حاكم ويحيى بلي مينوت. هاد الشرطي واش يصرالو كي يشوف معلومه كيما هذه؟ يقول لك انا بهدلت بروحي وشديتو بلي مينوت ورفدتو وديتو للحراش، والناس تصور فيا بالكاميرا، مع الاخر يخرج لي براءه ولا عامين، تما من على عامين يخرج من الحبس. هاد الشرطي واش يولي يشوف؟ احباط معنويات، تكرهوا له حياته. هاد الشرطي هذا هي في حقيقه الامر قضيه اخرى. اخبروا الناس المعلومه كامله. قال فوالا ويحيى حكموا له 6 سنوات فيما يخص القضيه المتعلقه ب كذا، استعمال النفوذ كذا، ولا نهب اموال عموميه، او ثراء الفاحش، او جو نسي با تمويل حمله انتخابيه بطريقه غير مشروعه، او كوكايين، او كذا او كذا او كذا. فهمونا بما تتعلق هذه القضيه باش الناس تفهم وما تكونش الرسائل تاعكم هذو معشر الاعلام رسائل تحريضيه، لانكم هنا راكم تحرضوا في الناس. والله سبحانه وتعالى لا يبغي هذا.
ونحن لا نبغي هذا. كونوا الصحفيين تاع الصح والاعلاميين تاع الصح، حين تعطوا الخبر اعطوه كاملا، ما تقعدش تقول لي نيميرو. انا شي قاعد تقول لي في النيميرو ديالك هذوما؟ انا لا. كوب دافريك ولا واحد يقول لي 6، واحد يقول لي 5، ربحت زيمبابوي 3. لا 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 لا, لا. قال ويحيى حكمه 6، لماذا؟ سلال 2، لماذا؟ في أي قضية؟ بينما زيد ذكر هنا قال حكموا له 6 في هذه، بينما هناك قضية أخرى 8 سنوات 8 سنوات، وهناك قضية أخرى خرج براءة، وهناك قضية أخرى راها قيد التحقيق ومازال ما كملوهاش، وقضايا وقضايا وقضايا. راهو مازال تسمعوا ويحيى عامين، ويحيى 6 سنين، ويحيى باربات، ويحيى 20 سنة، ويحيى 30 سنة، ويحيى سويسيدا مع الآخر راح سويسيدي. تلموا القضايا راها متراكمة على ويحيى وعلى سلال وعلى الجميع. فهمتوا خوتي الأعزاء؟ أتمنى أنها الرسالة تاعي وصلت اليوم. حبيت نتكلم فيما يخص هذا تعامل وسائل الإعلام، وكذلك الفيسبوك هذا اللي راه صار وسيلة إعلام. مجميع من ننشر حاجة أو برطاجها يعتبر وسيلة إعلام الآن، راه يخبر الآخرين. وبالتالي أنا نكلمكم جميعا على حد سواء، كي قناة النهار هذه ولا كي قناة كذا، أو أنتم الذين في الفيسبوك الذين تنشرون معلومات هكذا ويحيى 6 بلا ما تخبروا الناس تاع 6 وعلى 6، هل هي القضية الأولى تاع 8 ولا واحدة أخرى ولا كذا. يعني أنتم ممكن هنا جدا أنكم تتسببون في محرقة في الجزائر، محرقة. رايحين تحرقوا الجزائر. قادر الشعب في لحظة ما يتقلق، يشوف يحيى عامين هذيك دا يتقلق، يخرج هو ما على بالوش بلي عامين. لا، عامين سي اون افير، ça n'a rien à voir avec les autres affaires. مازال بوكو دافير في المحكمة راها تترين. الو معشر الاعلام، وانتم كذلك اليوم راكم وليتوا الله يبارك كامل الرجال اعلام، على بالكم بلا ماكم فايقين راكم كاع وليتوا صحفيين. هذا الفيسبوك هذا او رجع الناس كاع صحفيين، من جميع من يبارطاجي خبر يعتبر صحفي مستقل حر، راهو ينشر في الخبر، يعني راهو يخدم خدمة الصحفي. وبالتالي اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأنه ليس بالهين. كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بركة ما تكذب، أنك تحدث بكل ما سمعت، هذا هو الكذب. الكذب أنك تحدث بحاجة سمعتها ولو كانت صحيحة، أنك تحدث بكل ما سمعت دون العودة إلى المصدر، دون التأكد من المعلومة، من صحة المعلومة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا، التبين سهل. التبين ادخل للسيت اوفيسيال تاع وزارة العدل، ادخل للقنوات اللي فريمون محترمة نفسها. وانا والله العظيم عدت استقي الاخبار من القنوات الاجنبية. ندخل للقنوات الاجنبية نقرا، يفحفحوني كما نقولوا، يعطوني كاع المعلومة. ويحيى حكموا عليه 6 من أجل هذه القضية، وهناك قضية أخرى قبل هذه حكموا عليه 8، وما قضايا أخرى. يعطيك التفاصيل. حبالك مطلعين على القضية تاع يحيى أجانب أجانب أجانب، حتى أوروبيين وعرب وكذا. إحنا للأسف في بلادنا إعلام تاعنا يعطيك واحد الخبرة تاع العجايز، خبرة تاع العجايز. شتي ويحيى حكموا على 6 سنين سي هذا خبرة تاع العجايز، تنشر فيها في قناة تلفزيونية، ترسانة إعلامية، والجيلي والميكرو أوردميسيون شوفير ورايح. أنا عم بالي سبوتنيك جا، وأنا عم بالي جو سي با شكون، أنا عم بالي مع الأخر كي تلحق قدام المحكمة. نعم أنا على المباشر تم الحكم على يحيى ب6 سنوات سجن. السلام عليكم. إيه هذا خبر تاع العجايز، هذا ماني تقدر تخبر خالتي تقول لها هكا. هذا ما راهاش قناة تلفزيونية يا بنتي، هذه ماهيش قناة تلفزيونية يا بنتي. هلا قاعد يفضل توصل الماعن انتيا، حتغسل الماعن انتيا، انت ما كاينش تاع اعلام انتيا. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المهمة النبيلة هذه. أعجزتم أن تكونوا مثل الهدهد الذي أتى بالخبر اليقين، خبر يقين. أعجزتم أن تكونوا مثله. توقفوا توقفوا توقفوا. أوقفوا هذه القنوات هذه تاع العار اللي حتدخل البلاد في حيط. أنا نقرأ
القنوات في عروض تعاوننا من أجل إيصال الرسالة، هذه الرسالة الحقيقية. مش نقول أنا باش نطمئن الناس ولا نبرر ولا نكالمي اللاعب ولا لا، أنا مانيش نبرر لحتى واحد، أنا واحد فيهم ما يكون لي على بالكم، أنا عارف حتى واحد فيهم، لكن على الأقل من أجل زرع بعض الأمل في الناس. ليس الأمل الكاذب يا سيدي، ما قلت لكش أعطي لهم أمل كاذب، أعطي لهم الحقيقة، قول لهم بلي ويحيى هذه القضية ماشي هي، هذه واحدة أخرى فيه تاع 8 هذه تاع 6 أوتخ أفير. تخليش الناس تحبط لهم معنوياتهم ساكن يحسبوا بلي تاع 8 ولات 4 صاحبي كانت 12 8 4 دوكا غدوة يخرج هذا. نو ما تكذبش على الناس. الو سيل فو بلي، ما صبتش قناة في الجزائر تعاوننا في هذا الشيء، وحنا اللي بالفيسبوك ما قدرناش وحدنا هكا، ما عندناش لي مويان، ما عندناش لي مويان، ما عندناش الدعم، ما عندناش حتى لورد دو ميسيون، ما عندناش حتى الحماية على بالكم، ما عندنا والو حنا، رانا نضربوا غير هاك برك، وحدنا نضربوا يضربوا فينا ويزيدوا يضربوا فينا. بينما هاد القنوات اللي راهي تدير في التحريض ما كاش اللي يضربها ولا يتوشيها ولا خارجين غير فينا احنا، لانه شايفيننا ساهلين، شايفيننا وحدنا، مش ما عندناش حمايه، ما عندناش كذا. يا طبطب كما قلت بو، يا طبطب. سوف نرى من يفوز في الاخير، سوف نرى. نرى تعرفوا شكون احنا ونعرفوا شكون انتوما، والناس تعرف. نهار الناس تكتشف الحقيقه شكون احنا وشكون انتوما، هذيك الساعه اون فيغا كي فا غاني، احنا ولا انتوما، احنا ولا انتوما. شكرا لكم إخواني أخواتي، كان هذا كل ما في جعبتي لسهرة اليوم بحول الله تعالى. أتمنى أني أوصلت الرسالة قدر ما أستطيع، قدر المستطاع. صدقوني أنا مع هذا التغيير، مع هذه المحاسبات التي هي قائمة. من كان بريئا فاطلقوا سراحه، سواء كان إرهابيا، لا غالب إرهابي بصح ماشي إرهابي إرهابي ومع التحقيقات ثبتوه بلي ماشي إرهابي، تطلقوه خلاص. سواء كان عصابة، سواء كان حراكيا أو كذا، اللي شفتوه بريء طلقوه، اللي شفتوه يستاهل هكذا. العدالة، أنا مع العدالة، فقط الإعلام ولا غير أتحفظ. أتمنى من هذا الإعلام أنه يعطينا الخبر اليقين الكامل باش ما يخليش الناس نص دياب. الناس قاع يتهضروا اليوم، قال لك اسمه ويحيى حين يطلقوه، ما على بالهمش بلي قضية أخرى. الناس كامل عن بالهم باللي خاو تحدد طلقوهم، الوغ خاو تحدد ما كانوش في الحبس. الناس بزاف عن بالهم باللي توفيق حين يطلقوه، الوغ توفيق دار طاعن الطاعون هادوما كما يقولوا يكسر الشرع. تقريبا 90% من الأحكام القضائية في العدالة تتكسر هكذا. الأحكام الأولى تقريبا 90% من جميع اللي حكم ما يرضيهش ما يعجبوش يكسروا، كسر الشرع. الطعن يدير طعن من حقه يدير طعن، وهذا مليح من أجل لا ريفيزيون، يعاودوا يراجعوا القضية مرة أخرى، ربما غلطوا في حقه، ربما هكذا. الناس هذو راهم بابات دراري، راهم كذا، راهم بشر، بالتالي ملازمش ما مغلط ملازمش نظلموه، قال هذا قتل، إيه قتل، وماذا يستحق؟ قال مثلا يستحق الإعدام، دير له الإعدام، بصح ماشي تروح تحكم كله تبدا تقطع له في لحمه، لا هذا ظلم. قال يستحق الإعدام. كيف الإعدام؟ إعدام شنقا أو جو نسي با، باش دير له الإعدام، احترم هذاك الإعدام، حطه احترمه، قرا له حقوقه، أعطي له اسمه الحاجة الأخرانية اللي يتمناها مثلا، ولا كلمة أخيرة، حب يصلي 2 ركعات خليه، يعني ما تظلمش. ماشي قال إعدام معناتها خلاص حكم من شارب بدا يطلع فيه، لا، عنده إعدام ندير له الإعدام ساغت لا، ما تقعدش تحكم كلاب ولا تقرص فيه ولا شاليم ودير له في ظهره، لا هذا ظلم. إعدام أنت عنده باربات، ديروا باربات في السجن، ما تروحش تضربوا وتعذبوا، لا باربات خلاص، باربات هذاك هو العدل، يقول باربات طول حياته في السجن، يكفي ديجا، يكفي بين 4 حيوط طول حياته، هو داخل في 4 حيوط. أي حاجة كبيرة يا ناس، أي حاجة كبيرة، الله لا يبلي بها مؤمن، وبالتالي خلاص خليه اللي فيه يكفيه كما نقولوا احنا، خلاص راهو خلص العقوبة تاعو، واش تزيد له انت؟ تزيد له انت؟ ياك ربي سبحانه يوم القيامة يعذب الناس على واش دارهم، بعد خلاص يكمل يطلقهم، روحوا للجنة، ياك هكا، ياك صح. كل من قال لا اله الا الله دخل الجنة، يعني يدخل النار يتعذب شوية على قيس واش دار، بعد يخرجوا من الجنة يديه من جهنم يدخلوا للجنة، سبحان الله العظيم. وانتم واش حبيتوا تكونوا تما خير ربي انتم ولا لا؟ كل واحد الحكم تاعو، لا سيل فو بلي ما تزيدوش عليها. سيد عنده عامين دير له عامين،
عنده 10 دير له 10، عنده بيربات دير له، عنده اعدام دير له اعدام، ما تظلموش. قال عندك اعدام تموت، اعطي له ياكل، اعطي له يشرب، اعطي له يتغطى، يداويه الى مرض. قبل ما ديروا الاعدام شوف اللي ماهوش مريض، اش كذا اش عده حسابات، ثم نفذ فيه الاعدام برأفة وبرحمة، مش بالكلاب والشاليم وتقطعوا طراف، مش معناتها هو ميت هي مذبوحة. احسنوا القتلة. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. سبحان الله، كي تقتل واحد في الحرب فاحسنوا القتلة. عدو كي تكون تحارب فيه في الحرب، كي تجي تقتلو احسن القتلة. حاول ما تقتلوش هذيك تاع تحطو في الارض تبدا تقطع فيه، تشمت فيه، لا، ما يجوزش في الدين تاعنا. في الدين تاعنا قتلوه هنيه تما سيغ بلاصه على السخون، عطيه هنيه خلاص، ما يحس والو خلاص، وغمض عينك وبكي ولا دعي ربي وقول يا ربي الله غالب، تبلاني الله غالب، تعدى عليا الله غالب، دافعت عن نفسي الله غالب. ما تروحش فرحان. احسنوا القتلة، كونوا بشر، احسنوا المحاسبة، احسنوا العدالة، احسنوا العمل، احسنوا النشر، احسنوا كل شيء، فإن والله العظيم غير سوف نحاسب على كل شيء رانا نديروه وكل شيء رانا نقولوه. أنا شخصيا ربي راح يحاسبني على كل ما قلت، لكن ما قلت هو أنا الفيديوهات الأصلية. ربي كي يجيب الفيديوهات الأصلية توعي، قال هذا سي لانتيغرال، هاوليك يحاسبني. ما راحش يجيب لي تاع المونتاج، لا ميمونطيوهم ويخدموهم، خدم فيديو مع فيديو، فهمت، ويكذبوا. ما يجيبش هذوك الفيديو، لا، سبحانه يجيب واش قلت انا، وبلا ما يجيب ديجا كاين اللي راهم يكتبوا، كاع واش راني نقول. وبالتالي احسنوا ما تفعلون، سواء كان اعلاما او تعليما او جو سي با واش، نامبورت حاجه ديروها. حتى القتل احسنوا القتل، حتى كي تقتل، اذا كنت مجاهدا في سبيل الله وقتلت العدو فاحسن القتل، ما تقتلش بهمجيه، ارحم، اقتل هنيه تمتم، تقطعوش، ما تشمتش بيه، تعذبوش، ما يجوزش. شنو نقول لكم؟ اللهم اني بلغت. اذا كان الشيء اللي راني نقول فيه هو الباطل وانتم على حق، فانها حقا علامات الساعه. والله يحللنا، الله يحللنا، خاطش لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. موش سهل. حب يقول اللي يقعدوا القيام الساعة، اللي يعيشوا قيام الساعة هم شرار الخلق، الناس المؤمنين قاع يروحوا باش نتفهم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. اللهم ردنا إليك ردا جميلا قبل تلك الساعة، اللهم ردنا إليك ردا جميلا قبل تلك الساعة. هذا شو نقدر نقول. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.